السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض البسكوت الجميل ده. جميل جدا جدا وطعمه رهيب ومقاديره اقتصاديه وموجوده في كل بيت، وهتعملوه بكل سهوله. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا على طول. عندي الخلاط، ممكن تستخدمي بدل الخلاط المضرب اليدوي او الكهرباء. هحط في الخلاط نص كوبايه سكر مطحون، ما يعادل 100 جرام. ممكن تستخدمي سكر حبيبات بس يكون حبيبته ناعمه. هضيف كمان تلتين الكوباية سمنة سايحة ما يعادل 130 جرام. ممكن تستبدليها بزيت أو زبدة بدرجة حرارة المطبخ. هضربهم كويس مع بعض لغاية لما السكر يدوب تماما. بعد كده هضيف بيضة بدرجة حرارة المطبخ، ظرف من الفانيليا، نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، وما تكتريش من البودر علشان الرسمة بتاعته تفضل موجودة وما تسحش منك لما تيجي تدخليه الفرن. خلاص كده الخليط السائل بقى جاهز معانا. هنركنه بقى على جنب ونشوف الخطوة اللي بعد كده. في بولة هضيف كوبايتين من الدقيق ما يعادل 220 جرام. هشيل بس معلقتين من الدقيق على جنب دلوقتي، وبعد كده هضيف رشة من الملح، 4 معالق كبار من النشا الذرة او الكورن فلاور او المية زينة. النشا بينعم البسكوت وبيطلعه معاكي هش وجميل. بعد كده هنزل بالخليط السايل على الدقيق والنشا. هلم بقى العجينه بتاعتي بالشكل دوت. انا مش هعجن، انا هلم العجينه بس لغايه لما الدقيق يختفي تماما. ما تعجنيش كتير علشان العجينه ما تعملش عرق معاكي والبسكوت هتنشف ومش هتقطم معاكي بكل سهوله. ولو لقيتي العجينه بتلزق معاكي قوي ضيفي معلقه دقيق او معلقتين، ولو جامده معاكي ضيفي معلقه سمنه. خلاص كده هقسم بقى العجينه نصين. النص الاول هرجع عليه معلقتين الدقيق تاني، والجزء التاني هضيف عليه معلقتين من الكاكاو، وهلمهم برضو تاني بالشكل ده. هغطي بقى العجينه علشان وشها ما ينشفش. عندي هنا بقى صينيه اللي هشكل فيها. الصينيه بتاعتي دي مش مدهونه حاجه خالص، وده مكبس للبسكوت. بنجيبه كده من عند مستلزمات الحلويات او مستلزمات المطبخ والادوات المنزليه في المحلات دي يعني. هو مش غالي، تقريبا ب 30 جنيه المكبس. بتدخلي الوش اللي فيه الرسمه جوه المكبس كده، وبعد كده بتلفي المكبس من فوق، بيقفل على الوش على طول اللي انت حطيتيه، وبيشتغل معاكي بقى بكل سهوله. بس بيبقى جميل جدا، وكمان فيه 6 وشوش ب6 رسومات. رسومات جميله جدا، تحفه يعني. هجيب بقى قطعه من العجين واضغط عليها بايدي، وبعد كده هكورها كوره بحجم الليمونه، وبعد كده احطها في الصينيه. وهجيب بقى المكبس بتاعي وهدخل العجينه جوه المكبس وهضغط عليها بالشكل ده. شايفين ادتني شكل جميل. تضغطي ضغطه حلوه كده عشان تديكي الرسمه بارزه كده وجميله. نعمل كمان كام واحده كده اهي، نضغط عليها بكل سهوله زي ما انتم شايفين كده. كده خلاص البسكوت الكاكاو بقى جاهز معايا. شايفين شكله جميل جدا. مش عارفه باين ليكم ولا لا، الاضاءه مزغلله كده، مش عارفه واضح البسكوت ولا ايه، بس ممكن يبقى واضح في الفانيليا. ادي الفانيليا ما شاء الله عليه. انا غيرت الوش، حطيت رسمه تانية غير اللي كانت في الكاكاو، بس شكلها جميل قوي. بالنسبه بقى للتسويه، الصاج اللي تخلصيه تدخليه الفرن على طول، ما تسيبوش بره. هدخله بقى فرن سابق التسخين، تكوني مسخناه قبلها 10 دقايق قبل ما تدخلي البسكوت. ولما تدخلي البسكوت دخليه على الشبكه في النص على درجه حراره 180. هياخد اللون الذهبي من تحت. بعد كده اطفي الفرن من تحت وافتحي عليه الشوايه، ياخد اللون الذهبي الخفيف من الوش. وده البسكوت بتاعنا بعد ما خرج من الفرن. سبته 5 دقايق بس يمسك نفسه، وده بقى شكله. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، شكل البسكوت تحفه، حاجه كده في منتهى الجمال، زي الجاهز واحلى كمان. شايفين السوا بتاعه مظبوط، لونه ذهبي جميل من الوش ومن الظهر، حاجه كده في منتهى الجمال. محتفظ بالرسمه بتاعته، ناعم بيتكسر بكل سهوله. التسويه مظبوطه 100%، والطعم حكايه، حاجه كده ما شاء الله. كده الفيديو بتاعنا خلص. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش بقى في اللايك، واشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامه.